رأيك في المحتوى بتاعي بصراحة؟ والله انا عرفتك من ايام ما كنت بتقدم يعني مساعدات او معونات، او بتسعى في طريق الناس اللي كانت نايمه في البرد من سنتين. وليا الشرف ان انا اتقابل مع شاب مصري زي حالتك، وانا متابعك من اول انت ما فتحت التيك توك على فكري، بس يزيدني شرف ان انا قابلتك النهارده. حبيبي الله يخليك، نصيحتك ليا ايه؟ سر على بركه الله، وما تخافش من اي لقيط ولا مؤاخذه يهددك ان يوقف المسيره بتاعتك اللي انت ماشي فيها في الخير. دي نصيحتي ليك، ما تترددش في فعل الخير، وخليك ورا الناس اللي بتاكل فلوس الناس بالباطل، وما تتراجعش وربنا معاك. ما شوف، الحق يعلى ولا يعلى عليه، طول ما انت ماشي في طريق الحق تاكد ان ربنا سبحانه وتعالى هيقف معاك. شكرا جدا لحضرتك. العفو يا سيدي، وكل سنه وانتم طيبين. وبقول للاخوه المصريين عشان خاطر خدوا بالكم من بعض، واعملوا زي الجاليات التانية اللي حاطين ايدهم في ايدين بعض كويس. ويا ريت رساله بوجهها للاخوه اللي هم اصحاب الجاليه، اعملوا جمعيه ونجيب الناس اللي بتاكل حقوق الناس ديت، ونعمل قعده عرب ونعمل عليهم حكم بنفسنا ان هم يدوا للناس حقوقهم. دي نصيحتي لو حد سامعها، وانا مستعد اوصل لهم باي طريقه. يا ريت تعملوا جمعيه بحيث ان احنا نجيب الحساله اللصوص، نجيبهم ونعمل لهم قعده عرب بينهم وبين بعضنا، ويدفع غصب عن رقبته. وبعد كده ننشر لهم على الفيسبوك لو ما رضوش يدفعوا، ننشر لهم ونقول نحذركم من فلان ومن فلان ومن فلان، لان في ناس كتير جدا اتخرب بيتها. شكرا جدا لحضرتك. العفو يا استاذ حليم، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. شكرا يا سيدي.